السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بعنوان فخور رغم 12 سنة. أفضل الموت في الزنزانة على أن أرضى بالخيانة. نضالات شعبي أمانة وفي قلبي لها مكانة. سأتحمل التعذيب والإهانة ولن أخون هذه الأمانة. أدنت ب12 سنة، رغم ذلك أنا فخور، لأن شعبي يوما ما سيثور وستتضح الأمور والكل سيمدح ابن الدكتور. ذلك الفتى الغيور، ستنتفض الجبال والبحور وترفع شعارات من القبور. هذا ظلم في حق ابن الدكتور. سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، ستنهار القصور، سيحيا المضطهد والمقهور. هذا ليس شعرا بل إحساس وشعور.